ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده بقى وانا جايه كده من بره جبنا قرص او معموله بالملبن كده من الفرن، وعايزه اقول لكم ان احنا اصلا اكلنا نصها. وبعمل دلوقتي شاي كرك او شاي كرك زي ما بتسموه يعني، وقلت اعمله معاكم بقى عشان ايه اللي مش عارف الشاي الكرك يجربه. عايزه اقول لكم هتدمنوه فعلا، هتحبوه جدا، خصوصا الناس اللي بتحب البهارات. بصوا بقى كده، اول حاجه انا حطيت حوالي 3 معالق سكر وكرملتهم، يعني بصوا بقى لونهم عامل ازاي. وبعدين نزلت بالميه. انا عملت الخطوه دي بقى بره التصوير لان انا كنت بصور والموبايل فصل وانا بصور. المهم وبعدين نزلت بالميه وسايباه ايه يغلي بس كده، غلوه بسيطه. وبعدين هنزل بمعلقتين شاي كبار، تمام، ووطي النار بقى. بعد كده اهم حاجه في الموضوع ده القرنفل. هنا هنزل بحوالي، هما المفروض يعني ايه كوبايتين الميه ينزل عليهم 6 من القرنفل. انا بقى عشان السنه هحط 7. والحبهان او الهيل، اللي مش عارف الحبهان، بفتحه كده، عارفه باين ولا لا، بفتحه وبفضيه كده. برضو انا حاطه هنا 9. المهم عدد فردي، انا بالنسبه لي بتعامل بعدد فردي. في ناس بتعمله 6 و6. اهم حاجه كده ايه تفتحوه من بعض. بعد كده هحط جنزبيل، حوالي ربع معلقه من الجنزبيل، تمام. الجنزبيل هنا بقى ايه جبته ولسه ما فضيتوش، ماشي. حوالي كده ربع معلقه من الجنزبيل، هنسيبه بقى يغلي كده ونحط عليه خالص واحنا بنتكلم كده مع بعض. يعني عايزه اقول لكم ان انا حبيت الشاي الكرك بسبب لما كنت في السعوديه كنت على طول بشرب شاي كرك هناك. بنشتري شاي كرك ونشربه لان هناك معروف قوي الشاي الكرك والقهوه العربي. وكنت في الحرم واحنا قاعدين كده، يا رب يكتبها لكل مشتاق يا رب، كانوا بيوزعوا علينا القهوه العربي مع تمر او ساعات خبز كده هما بيعملوه هناك. حلوه جدا. الناس اللي هي عشاق القهوه قوي هتحب القهوه العربي، يعني هتترك القهوه العاديه بتاعتنا شويه. ما بتبقاش مسكره او فيها سكر، ولما بتاخدي التمر يعني كانك بتحلي بيها. وعايزه اقول لكم بتدي نشاط وباور. يعني انا كنت ساعات مثلا ابقى بطوف في السعي، مثلا في الطواف او في السعي بروح واجي وخلاص هنكت، اقعد شويه فيكونوا هما بيوزعوا قهوه، اقول لجوزي انا عايزه هاتلي كوبايه منهم. اخد الكوبايه دي تديني طاقه معرفش ازاي، واقوم بقى واكمل وكده. ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق. المهم شاي الكرك ده ليه طرق كتير جدا. في ناس بتكرمله السكر، وفي ناس بتحط السكر على طول. في ناس بتعمله بحليب محلى مكثف، وفي ناس بتحط زعفران. فانت بتستخدمي الطريقه اللي بتعجبك. انا الطريقه اللي انا بعملها دي خلاص اتعودت عليها، وبقيت عارفه المقدار اللي انا بنزل بيه. ما بقتش يعني بقيت يعني شاطره فيه شويه. واحيانا بجيبه بواكي من يعني اللي عايز يجرب ومش حابب يجرب بقى الخطوات دي كلها، جربوا الاول في باكو من اي سوبر ماركت معروف زي فتح الله والسوبر ماركتات الكبيره. يعني جربوا في باكو، بجد بجد عشاق البهارات اللي بيحبوا البهارات في الاكل هيدمنوا، تمام. بس هفصل بقى لحد ما يغلي. انا عايزه الميه تقل بتاعته شويه، ان هو ما بنحطش فيه لبن ياما، فانا عايزه الميه بتاعته تقل شويه وبعدين ننزل باللبن. لو عندك لبن اللي هو حليب محلى مكثف برضو ينفع يتعمل بيه، بيتعمل بده او بده. بعد بقى ما الشاي غلى، بصوا تقيل ازاي، اهم حاجه الشاي يبقى تقيل ونقص شويه، هنزل باللبن. بتحطوا على الكوبايتين الميه حوالي كوبايه من اللبن. انا هنا اللبن ده غليه. عايزين بقى كده نذكر بعض ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وعايزه احكي لكم موقف حصل معايا. انا هنا موطيه يا جماعه عشان ما يفرش وايدي فيه، لان اللبن بالطبيعي بيفور، وعايزه اسيبه لحد ما يغلي شويه. عايزين نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. واحكي لكم موقف، والله ده موقف من المواقف اللي بتحصل معايا يوميا بفضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. النهارده انا كان مكتوب لي، يعني الدكتور كاتب لي علاج،
فالعلاج ده مش موجود اصلا من النواقص، لان علاج مستورد وصعب ان انا الاقيه غير في صيدليه معروفه هنا. هقول لكم اسمها عادي يعني، اسمها صيدليه الاسعاف، بيبقى فيها كل الادويه، حتى الادويه اللي بتتباع سوق سودا باسعار هي بتبيعها ممكن بربع الثمن او بتلت الثمن. فالمهم فالدكتور قال لي لو ما لقيتهوش هو او بديله، يعني هديكي نوع او البديل بتاعه هتلاقيه في صيدليه الاسعاف ان شاء الله وكده. المهم انا رحت صيدليه الاسعاف، قالوا لي والله الدواء دوت ايه من النواقص، يعني مش موجود بس في الفرع اللي في مصر، فانت لو عندك حد في مصر اتصلي بيهم يجيبوهولك. قلت له لا يعني انا هتصل حتى لو عندي حد في مصر، مع العلاج بيبقى ليه مواعيد. فقال لي والله ده صعب جدا وكده. المهم فضلنا نسال في صيدليات كتير حتى لو هشتريه اغلى، لان ده نواقص مش مهم، بس انا عايزه العلاج ناقصني. المهم فضلت بقى وانا في الطريق خلاص مروحين على بيتنا خلاص، جوزي قال لي ما تقلقيش ايه، حتى لو كده هكلم كام حد من صحابي وهحاول اشوفهولك في الصيدليات وكده. وانا ماشيه بقيت عماله اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبكررها بنيه ان انا ان شاء الله هلاقي العلاج ده. فانا ماشيه قلت له طب ما تيجي نشوف الصيدليه الفلانيه، برضو صيدليه معروفه عندنا اهو نجرب، بالرغم ان طالما في نواقص ما بتبقاش موجوده في صيدليه الاسعاف دي، موجوده على 24 ساعه، اعرفي ان مش هتلاقي العلاج بسهوله يعني. وانا ببحث كده على ببعت بتاع واتساب للسكرتيره، قالت لي طب انا هشوف لك الدكتور وهرد عليكي. فقال لي طب تمام هوديكي. بالصدفه ماشيين نزلني كده بالعربيه، دخلت الصيدليه وقلت لها انا عايزه العلاج ده، لو مش موجود هاتي لي بديل. والدكتور قال لي ايه الاحسن تاخدي الاساس ما تعمليش البديل، لو لقيتي الاساس خديه. فاللي هو ايه انا رايحه بقى وانا بجرب، والله انا لقيت العلاج ومتوفر عندها، وعندها ده وعندها ده. قلت لجوزي ده بفضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان انا كان نيتي بصلي على الرسول، اسمها الصلاه الابراهيميه، لما تبقى الصلاه كامله اسمها الصلاه الابراهيميه. ربنا خلاني ما ادورش على العلاج، لقيته في ثانيه. وعايزه اقول لكم والله ده موقف واحد من مواقف بمر بيها كتير بفضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، فحبيت اذكركم يعني. المهم بقى الشاي هيغلي وبعد كده هنصفيه وهوريكم بقى شكله وهو في الكوبايه. يا رب اكون دمي بيبقى خفيف عليكم يعني، وبشارككم حتى لو بمعلومه يعني. انا حبيتكم يعني هتلاقوني كده ايه هتكلم معاكم بقى واحكي لكم على حاجات بقى. حطيت بقى الكحك او المعموله، مش عارفه ليه انا مصممه ان هو كحك يعني، وهنزل بقى بالايه هصفي الشاي معاكم. شايفين لونه عامل ازاي؟ انا غرقت الدنيا بس ماشي. ده بقى بيكون شكله النهائي، وعايزاكم تجربوه وفعلا هيعجبكم جدا على ضمانتي يعني. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.